اعملي نفسك مخطوطه بقى. لا ده مش مخطوطه. مش عارفه اعمل ايه. اهلا بيكم في حلقه تانية من بودكاست يعني عامل ايه. معانا a very very special guest my friend زينبون. عندي disclaimers قبل ما نبدا. right اولا I'm literally so emotional الفتره دي. I could cry بس عشان انا قلت انا هعيط. انا مش هعيط. this always happens. تاني حاجه look at this cute like بتاع that I found yesterday. كان عندي disclaimers اكتر بس انا نسيتهم. لو افتكرتهم في النص هقول. اوكي شكرا جدا you're welcome. الديسكليمرز. عامله ايه النهارده؟ الحمد لله الحمد لله. انت جايه من الشغل صح؟ how was الشغل؟ هو انت هتعمل زي زي انس بوشخاش ده وتقول اللي هو كيف الحال والناس تبدا تعيط وبتاع لازم تكون مي اوت من ده اللي كنت عايز اعمله فعلا. بس كيف الحال كيف حالك؟ انا جايه من الشغل. it was a rough day for no reason like مفيش حاجه حصلت بس it was just so rough like it's one of those days اللي هو مش راضي يخلص. انا بس الناس بتقول يوم عامة. الأحد بيبقى كده دايما. النهارده برضو كنت بعيد الدقايق عشان الوقت يخلص واروح بيتنا او بيروح امين اجي هنا نعمل بودكاست. تخيلي بقيت بلوك فورورد للبودكاست اكتر من اني اروح بيتي، اكتر من اني اكل، اكتر من الشغل obviously يعني. because it's maybe your passion. I think so. ابتديت احس بكده الفتره دي. yeah I can't say the same. I was almost gonna cancel on you كنت تعبانه قوي بس I am excited. كنت اقول لك نخليها بكره يعني. لا عندي سؤال ليكي بقى. تفتكري هنتكلم على ايه النهارده؟ حاسه هنتكلم عن حياتي الجامعيه، هنتكلم عن شغلي، هنتكلم جاز صح جدا عشان ده فعلا انا لسه ما عنديش حياه. هو ده اللي حصل في حياتي. بس عارفه بقى من انهي انجل؟ انا حاليا بمر بفتره ترانزيشن بيريد، انه مرحله تنقليه ما بين شغل لشغل، ما بين طريقه تفكير، ما بين whatever، وده taking a toll on me جدا وخليني انا فين او انا مين، عشان الحياه بتتغير وانا محتاج اسرفايف بس المرحله دي عشان اوصل اللي بعدها. امتى اخر مره حسيتي ان انتي تايهه؟ 5 دقايق ليه من 5 دقايق. فكنت يعني حاسه بايه ان جنرال؟ انا اصلا طول حياتي I never felt like ان انا لقيت نفسي، ولا يعني من اكتر فترات stable في حياتي لاكتر فترات unstable في حياتي عمري ما حسيت ان انا مش تايهه. يعني دايما بحسي ده recurring feeling دايما it's like deep inside me ان انا دايما حاسه ان انا اصلا ضايعه ومش فاهمه ايه اللي بيحصل و just living day by day وكده. ان انا I tend to ignore my emotions. عادي يعني I'm not gonna die. فاهم؟ اللي هو لو مش حاجه هتموتني خلاص. ف this is how I go through life in general. اللي هو عادي بس بتوصلي مرحله بتتحوش وبتنفجري. I'm not that kind of person بقى. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ مثلا اختي انا كنت بقول لها ان هي she forces this coping mechanism on herself فده هي بتنفجر. بس انا genuinely this is my coping mechanism وانا واخداها من مامتي. she goes through life بيحصل لها حاجات اللي هو اللي هو ماما انت ازاي كويسه يعني ما شاء الله and she's just like عادي يعني مش هنموت، عادي يعني مش عارفه ايه. life goes on which sounds so bad. بس الموضوع اتغرس جوايا بقى فعلا. اللي هو صحابي are like concerned they're like زينة لا طب تعالي نتكلم، تعالي نديبانك. and I'm just like لا انا I just need a minute وبعدين الموضوع هيروح ومش هيجي تاني. it's fine. في المدرسه انت كنتي عامله ازاي؟ هل انت كنت حد سوشيبل بقى كده ولا introverted ولا عندك صحاب كتير؟ في المدرسه I was a very social person واحنا كنا الكلاس بتاعنا كله كأننا we're a family. it was like a family عشان احنا كنا بنات في بعض. we were 15 girls واللي هو أوضة مقفولة علينا 5 أيام في الأسبوع. so much fun and they were literally my family for the longest time. اللي هو رمضان كل رمضان بنقضيه مع بعض، بنروح عزومات في بيوت بعض. و throughout المدرسة I would find myself just thinking about how it would be like بعد المدرسة. and it felt like there was no life. لما جيتي تسافري بقى عشان الجامعة بره، هل كنتي خايفة ان انتي عمرك ما تلاقي فريندشيب زي اللي انتي عملتيهم؟ 100%. اولا انا اصلا كنت بعيط عياط غير طبيعي. كان في قبل ما اسافر بالظبط انا كنت بدات اونلاين وصحابي كانوا بداوا جامعه فيزيكال. قعدنا مع بعض احنا الثلاثه، خرجنا في يوم بعدين رجعنا بيتنا عند صاحبتي. then we laid in bed احنا الثلاثه وقعدنا نعيط عياط اللي هو واو I'm gonna like I miss you guys so much. I miss seeing you every day. والجامعه مش هتعوض الكلام ده ابدا. واللي هو there is no life like انا فاكره ساعتها الدنيا كانت مسوده في عيني. اللي هو there is no life after this. اللي هو انا همشي واسيبهم كمان. انا مسافره بقى اللي هو بنعيط بقى على ان انا مسافره وعلى ان احنا بدانا جامعه وبطلنا نروح المدرسه وكل حاجه. كنا حاسين اللي هو لا there is no life، محدش هيلاقي صحاب. وكنا فاكره ان انا كنت بقول انا مش عايزه الاقي صحاب actively. انا هحاول ما الاقيش صحاب عشان هم دول الصحاب دول سبيشال بالنسبه لك، مش عايزه حد يبقى these are my life اعلى منهم بالظبط. اللي هو حتى لو لقيت حد هيبقى acquaintance اللي هو مش عايزه.
I was like rejecting the idea. طب فضلت لي حد امتى بالمايند سيت اللي انت مش عايز تعملي صحاب جداد عشان تبريزيرف اللي قدام؟ هل ده اتغير واكشلي عملتي صحاب جداد وبالنسبه لك مهمين برضو ولا؟ كنت بجد مكتئبه. I was feeling so homesick. كنت اللي هو بكلمهم كل يوم اقعد اعيط واللي هو we were so in touch كل حاجه. It stayed that way بس طبعا بفريكونسي اقل يعني. بس I just remember the first year was the hardest year. وكنت بكلمهم طول الوقت وبكلم عيلتي واللي هو حاسه ان ماما وحشاني وان انا رحت بقى وبطبخ لنفسي وبعمل غسيل لنفسي وفي نفس الوقت اللي هو الناس اللي حواليا كلهم are not my nationality و they're not people I know, they're not people I grew up with والجامعه صعبه يعني كنت حاسه ان انا برضو متضايقه. مع ان انا لما كنت في مصر كنت حاسه ان انا لما اسافر هتنفتحي بقى بالظبط. There's this whole new life waiting for me. فأول سنة was honestly disappointing. السنة كلها؟ I would say so. طب أول سنة دراسية بقى including اللي هو الأونلاين ولما رحت. طب نرجع الساعة ورا سنة. هل فاكرة أول يوم أول لما نزلت من الطيارة إيه مثلا أول صوت جد دماغك أو كنت حاسة بإيه instantly؟ I was thinking إن الجو حر قوي. It's so humid. ماليزيا is so humid وكنت حاسة اللي هو القرف ده. انا حاسه ان انا ملزقه جدا بس بعدها الدنيا بدات تمطر so I was like actually what's going on. بس at any point في السنه الصعبه جدا دي كنت لو خلاص على تكه وان انت تكلمي مامتك او باباكي تقولي لهم انا عايزه ارجع مصر دلوقتي مش قادره؟ actually هو ده اللي حصل بالظبط. وانا my coping mechanism is always fight or flight. in this case I physically took a flight went back home. بس خليني احكي الاول ايه اللي حصل. it was so hard زي ما أنا قلت I just feel like living abroad is not for the weak at all. I was struggling إن أنا ألاقي صحاب وحتى كنت عايزة move out من campus وأعيش برا. كنت بقى بدور على الناس يعيشوا معايا so hard when everyone مش الناشوناليتي بتاعتك and then برضو الناس اللي هو بس بتحس إن أنت مخنوق قوي بشكل غير طبيعي اللي هو everything is against you. اللي هو الجامعة صعبة صحاب I miss my friends والناس اللي هنا مش فاهميني مش عارفة خالص أفت إن معاهم ومش عارفة لو أنا عايزة أفت إن معاهم وصحابي وحشني وأهلي وحشني. I just decided إن أنا لو أنا كنت ساعتها لو كلمت مامتي وبابايا قلت لهم عايزة أرجع they would be like لأ دفعوا خلاص بقى كده. بالظبط يعني مش كده بس مستقبلك برضو اللي هو اللي هيرجعك دلوقتي انشافي شوية مثلا. بالظبط انشافي شوية. فأنا قررت إن أنا أحوش فلوس. بابايا كان بيبعت لي فلوس كل شهر وأنا كنت بفريلانس. اوكي. فقررت ان انا احوش فلوس التذكره fully I booked a flight وكان لسه في ساعتها كان الكورونا فكان في اوبشن ان ناخد اونلاين كلاسز. ف I booked a flight ورجعت فاجئتهم كلهم في البيت. ما قلتش لحد غير just my cousin got she picked me up from the airport ورحت بقى فاجئتهم كلهم اللي هو انا جايه افاجئكم بس actually انا بس جايه عشان نفسي. عارفه انا حاسس ان ده هو تكنيكلي ده فلايت مش فايت. بس حاسه ينطبق ان هو فايت. ازاي؟ اي حد تاني كان هيتقبل الوضع اللي هو اهله قالوا لا مش هترجع خلاص انا هقدر هرجع ازاي خلاص اتقبل ان انا وهيفضل ميزربل ال4 سنين. بس انتي even لما ما كنتيش مبسوطه you took things into your own hands عشان تعملي الحاجه اللي technically fight بس فاهمه. ففي الاخر حوشتي وعملتي on your own وعشان ترجعي وفي الاخر ده اللي خليكي احسن وعارفه تبقي كده. الدنيا مش بلاك اور وايت مش فايت اور فلايت في كل المواقف. اوقات هتبقي نوعا ما ميكس ما بين الاثنين. فاهمه. in general انا يعني بعتبر نفسي شخصيه عنيده قوي او ساعات دماغي بتقفل قوي اللي هو لا هي دي الحاجه اللي لازم تحصل دلوقتي اللي هو لدرجه ان انا بحس ان اللي هو لا مفيش اي طريقه out of this الا اللي في دماغي هو اللي يحصل. فاللي هو انا عايزه اروح البيت دلوقتي I'm homesick I miss my friends انا لازم اكون دلوقتي حالا في مصر. وده took a lot of strength ان انت لوحدك تعملي ده. حتى يعني ممكن البعض perceive it as weakness انك هتسيبي المكان الاصعب. بس لا ان انت تovercome ده اصلا لوحدك. طب وطبعا احكي لنا رجعتي ازاي بقى؟ لما I landed في اللي اوفر كان في دبي كنت بسمع بجد كانه فيلم. كنت بسمع فويس نوت من صاحبتي بعتها لي بتقولي اللي هو بجد I miss you so much وانا حاسه ان انا لازم احكي لك حاجات كتير قوي وانا حاسه ان انا محتاجاكي. كانت واحده من صحابي الاثنين اللي انا عيطت معاهم القصه اللي قبل كده. وبجد حاسه ان انا لازم احكي لك حاجات قوي و I miss you and I feel like I need my best friend. وبرضه سمعتها I was like بس بعدين رجعت بقى وفي نفس اليوم فاجئت كل الناس. طبعا I love surprises. فاجئت كل الناس كله بقى قاعد يعيط وبتاع. زينة اللي في ماليزيا اتغيرت قد ايه عن زينة دلوقتي؟ ازاي كل الحاجات اللي حصلت لك دي وصلت
لشخصيتك دلوقتي اللي قاعده قدامي؟ انا كنت شخص مختلف مثلا 180 درجه. برضو part of it was ان انا كنت صغيره قوي، يعني اللي هو اي حد بيمشي من المدرسه يدخل الجامعه it's already a transition phase، واكيد بيبقى مختلف عن شخصيته بعد الجامعه. بس انا برضو حاسه ان انا كنت مقفله قوي في حاجات معينه، اللي هو first of all وانا قبل ما اسافر I was so judgy. I would judge everyone and everything، واللي هو الناس بالنسبه لي لازم يمشوا على سنجة 10، واللي هو ايه ده، ازاي بيعملوا كده، ده حرام، ده مش عارفه ايه، ازاي بيعملوا كده، اللي هو I would never do that. لغايه اما تلاحظ ان لما تفضل تجادج الناس الدنيا بتلف وكده بتعمل انت الحاجات actually like الحاجات اللي شفتها قدام عيني are just crazy. ف first of all انا كنت عقلي قد كده قبل ما اسافر، فماتشورد اكتر في السفريه بكتير. اوكي. برضو the fact ان انا في ناس قابلتهم هناك غيروا وجهة نظري تماما. يعني انا كنت عايشة مع 3 بنات من 3 ديانات مختلفين وانا رابع ديانة. فانا كنت مسلمة، واحدة كانت مسيحية، واحدة كانت بودست، واحدة كانت هندو، وانا مش بس عايشة معاهم they're my best friends. I love them. فالاكسبيرينس ده لوحده اصلا خلاني احس ان هو لا، هو الدنيا بجد غير البابل الضيقه اللي انا شايفاها. ولما رجعت مصر لقيت ان مفيش حاجه اتغيرت. so weird. اللي هو انا سافرت 3 سنين قعدت هناك، رجعت حسيت البيت هو مامتي هي، بابايا هو، صحابي كلهم حاجه بسيطه اتغيرت فيهم، بس انا حاسه ان حياتي اتغيرت. انا حاسه ان انا انتي نفسك اصلا بقيتي حد تاني، وكل حاجه هنا هي اللي هو شارع البيت هو، المطب في نفس الحته. it was the weirdest experience. واللي حواليكي بقى حسوا، هل علقوا طب ما ولا حسوا بان انت اتغيرتي، ولا كان ده internally بس؟ يعني محدش علق على اي حاجه غير ان انا خسيت. وهل دي كانت الكالتشر شوك الوحيده ان انت عايشه وبيفرندد بس فرندد كمان بنات من ديانات تانية، ولا كان في كالتشر شوكس اكبر؟ لا، ماليزيا is very diverse. فيها في ناس هم اصلا كده ماليزيين هنديين، ماليزيين صينيين، ماليزيين فاصلا الميكس اوف الكالتشر از كريزي ده لوحده اصلا كريزي. فبقى الناس بقى بياكلوا بقى بايديهم، وناس بياكلوا لا يعني بياكلوا كل حاجه بالشوكه والسكينه. اذا مش بيستخدموا chopsticks كده اوكي. كالتشر شوك كالتشر شوك من ناحيه كل حاجه. اللي هو الاكل كان بيوجع لي بطني جدا. انا قعدت كتير قوي باكل نودلز بس. بس دلوقتي لما حد يقول اللي هو انا رحت ماليزيا والاكل كان وحش بتعصب قوي. عشان هل بتحس ان هي وكانها بلدك الثانيه؟ بحس قوي ان هي بلدي الثانيه. بحس ان I have this really weird connection there. اصل اللي هو لا most of my memories as a grown up are there. واللي هو my friends are there. I left half of my heart there. بحس offended قوي اصلا لما حد يقول انا مسافر ماليزيا، مش عارفه ليه. لا ما تسافرش، نفسك يبقى انت بالظبط، او كانها انت اوفر بروتكتيف على البلد دي. مش عايزه حد have the same experience او feelings ولا اي حد اي perception. يعني مش عايزه اي حد بيperceive البلد. احنا already established ان ما كانش يعتبر transition صعب قوي ما بين مصر وماليزيا عشان كان الموضوع ممهد وكده. طب ولما رجعتي بقى مصر انت كده already قلتي ان حاسه ان انت متغيره تماما عن الحاجات كلها هي فهل ده كان الصعب في الترانزيشن ان انت متغيره فبتكوب بقى مع الحاجات اللي زي ما هي؟ كان في ترانزيشن تانية كبيره قوي، وهي ان انا هناك I had complete freedom when you are on your own. يعني طبعا في بلد وفي الجامعه وكده اهلك بيدوك ثقه عمياء، بيبعتوا لك فلوس بيسكلي ممكن اعمل اللي انا عايزاه. لو انا عايزه اخرج الساعه 3 الفجر هخرج الساعه 3 الفجر. طبعا مش بقول ان انا عملت كده يا ماما بس you can do whatever you want. فانا رجعت بقى وفجاه رجعتي بكيرفيو بقى، رجعتي بالظبط عيشه بدل العيشه لوحدك عيشه مع اهلك. بالظبط. دي كانت ترانزيشن صعبه قوي ان انا I was so overstimulated. اللي هو البيت بجد كان بالنسبه لي، احنا اصلا بيتنا يعتبر هادي لحد ما بالنسبه للبيوت التانية. لا انا كنت حاسه ان انا مش طايقه اسمع صوت حد، مش طايقه ان انا ما اكونش لوحدي دلوقتي في الاوضه. اللي هو انا بس عايزه عشان I would sit for days in end في اوضتي في عالمي براحتي، بعمل اللي انا عايزاه، بصحى في وقت ما انا عايزه، بنام وقت ما انا عايزه. هنا لا، اللي هو بصحى عشان حد عمل دوشه او بصحى عشان ماما بتقول لي الوقت متاخر قوي يا زينه الساعه 12 يلا قومي. نعم انا كنت بقوم الساعه 4. وناس كتير قابلتها كانوا بيقولوا لي، ناس كتير اللي هو اختي ومامتي كانوا بيقولوا لي اللي هو in 3 months you'll adjust. in 3 months كل حاجه هتكون تمام. وفعلا ده حصل. انا كنت حاسه impossible. it happened
بس برضو انا ما بحبش ابقى غلطانه، فهقول ان هي it happened 50-50 يعني اللي هو كنت يعني حصل بس كان still في الافتر ماث. هل اللي كان عامل لك مشكله the loss of freedom ولا الادجستنج على اللايف ستايل مختلف؟ انت كنت مضايقه ان لا انا عايزه يبقى عندي فريدم، ولا مجرد اتعودتي على حاجه for some time فبالنسبه لك صعب انك ترجعي تتعودي على حاجه ثانيه؟ definitely الموضوع كان تعود، بس لان دلوقتي I'm fine مثلا. بس برضه هو كان تعود مع عند ان انا اصلا وانا سايبه الحياه اللي هناك كنت سايباها وانا ماسكه فيها وبعيط، اللي هو لا انا مش عايزه ارجع اصلا. ونفس بقى الفيز اللي حصلت لي وانا ماشيه من المدرسه مسافره للجامعه، حصلت لي وانا ماشيه من الجامعه راجعه البيت. لا انا اخيرا بدات ابقى comfortable. يعني انا اصلا طول حياتي بحس احساس ان once I get comfortable things change. وده اكتر احساس بكرهه في الدنيا. it annoys me to my core. ده اكتر احساس بكرهه في الدنيا عشان بحس ان it takes away from my sense of control. I wouldn't say I'm a control freak بس I like that feeling ان انا اكون عارفه الحاجات المؤكده في حياتي، الناس المؤكده في حياتي، what makes me happy what doesn't make me happy. فمش كل ما حاجه تكون بسطاني تخلص. فوانا ماشيه من الجامعه كنت حاسه بقى اصلا ايه I met my best friend there شمس. ماشي هي دلوقتي جات مصر الحمد لله عشان هي مصريه، بس هي كانت عايشه هناك مع عيلتها. I met her there. كنا عايشين مع بعض. صحابي الاربعه اللي انا كنت عايشه معاهم دول اللي هم الاربعه من بلاد مختلفه، مستحيل نتقابل بنفس الطريقه تاني. اللي هو هنتقابل عادي ممكن يمكن، بس مستحيل يبقى في نفس الكونتكست تاني. فit felt like يو بقى اللي هو انا لسه بادئه ابقى كويسه، انا لسه بادئه ابقى كويسه. واللي هو صحابي برضو اللي هنا شويه اللي هو اكيد the relationship is not زي الاول، بس عامه I would say الحمد لله لحد كبير قوي it stayed very good very solid. ولما رجعت كل حاجه رجعت زي الاول. الاكسبيرينس دي على بعض كانت حلوه بالليفل ده، بالذات الايموشنز والصحاب والميموريز، عشان everyone knew ان it had to end at one point فده خلاها احلى، ولا لو انتوا كنتوا عارفين ان هي هتجو اون indefinitely ما كانتش هتبقى سبيشال؟ انا حاسه ان احنا بصراحه يمكن كده. يعني انا حاسه ان احنا من اول ما بدانا نبقى اصحاب مثلا واحنا بنكاونت داون ذا دايز الايام عارفين ان في expiration date، ان في يوم من الايام ده مش هيبقى موجود anymore. فاي جاس that intensifies it يعني، بس it definitely doesn't take away من اكيد طبعا good it was and solid it was يعني. رجعتي مصر وخلاص انت متخرجه وخلاص عديتي بالمرحله اللي هو ماي فريدم ومش عارف ايه، وخلاص بقيتي ستيبل نوعا ما. عايزه تشتغلي ولا ما كنتيش عايزه؟ ام اسومي يعني. اوكي تروما دامب. انا طول حياتي بحس ان انا فاشله. اوكي no matter what I've been told من وانا صغيره قوي مامتي وبابايا you're very socially smart بس اختي is so much smarter than me in general يعني book wise she's very smart. she's book smart بس انت street smart. I'm ايه street smart. okay exactly she's street stupid بس هي دايما كان عندها اللي هو good grades في المدرسه. انا بقى اصلا كان عندي good grades وانا صغيره، اللي هو دخلت اصلا KG 1 راحوا قالوا دي ذكيه قوي على KG 1 دخلوها KG 2 على طول. عشان كده انا دخلت الجامعه وانا عندي 17 سنه. بس بعدها بقى حصل مش عارفه حصل حاجه في جريد 5 وبدات بقى اسقط وكده. تقريبا ده كانون ايفنت عشان انا برضه حصل نفس الموضوع. بجد 5 ابتدائي جت خلاص انا بقيت ما جيتش، مع اني كنت بجيب ليتري مش بنقص درجه. واضح انه ده حاجه عالميه بقى بتحصل. you just give up. فانا من وانا صغيره ما عنديش الفاليديشن قوي من ناحيه ان انا اجيب درجات حلوه وكل الكلام ده. شعر معاكي في حاجات اهم. بالظبط. انا دايما بحس ان انا اصلا غبيه. فانا اصلا خلصت مدرسه كنت حاسه اصلا طول المدرسه انا مش عارفه انا عايزه اعمل ايه في حياتي. بعد ما خلصت مدرسه زي ما قلت اخترت الجامعه بس عشان الميجر ده ما فيهوش ماث بس كده. فطول حياتي اصلا مش عارفه انا عايزه اعمل ايه. انا قلت by the time اللي انا اتخرج من الجامعه اكيد 100% كنت عرفت انت عايزه انا عارفه انا عايزه اعمل ايه في حياتي. سربرايز ما حصلش و I was in shock. اللي هو انا اتخرجت بقى وراجع بقى فريش بكل الايموشنز اللي انا لسه قايلاها دي، ولا طايقه نفسي ولا طايقه المكان اللي انا فيه ولا طايقه اي حاجه بتحصل و in complete denial و I'm like لا ده مش بيحصل اصلا مع ان هو بيحصل. في نفس الوقت حاسه ان انا لازم approve to myself ان انا مش غبيه دلوقتي حالا، فتدوري على شغل. ما ينفعش كل حاجه تبقى واقعه out of my control. اوكي انا حسيت ان انا لازم اللي هو انا لو بعد شهر ما لقيتش شغل يبقى انا واحده فاشله وعمري ما هلاقي شغل في حياتي، بالذات ان انا مش عارفه انا عايزه اعمل ايه. فانا كده اصلا حاسه ان اي شغل انا هقدم عليه الناس هتحس ان انا غبيه ومش بفهم في حاجه. يعني الحاجات اللي انا بعرف اعملها متنطوره. nothing is like
متجمع. دي بالظبط. فبدات ابلاي من اول ما رجعت، من قبل ما ارجع اصلا كنت اوكي. ابلاي على حاجات هنا لغايه ما جالي اوفر حلو قوي في شركه حلوه قوي، ورحت عملت الانترفيو وحسيت ان هم حبوني. انا قلت لها انا هبدا بعد اسبوعين. مش عارفه ليه انا قلت لها كده. I just felt like I wasn't ready even though انا كل الوقت ده كنت مستنيه شغل. حسيت ان انا لازم mentally prepare myself. قلت لها انا هبدا الحد مش الجاي اللي بعده. اوكي. قالت لي اوكي waiting for you مش عارفه ايه. جه بقى literally الجمعه اللي قبل الحد اللي المفروض ابدا فيه شغل. صاحبتي جات لي البيت قالت لي زينه you're not gonna believe it انا my friend writes. قالت لي you know ان انا من اسبوع قلت لك ان هو كان في واحده بعتت لي for an international magazine ومش عارفه ايه to write. انا رحت قعدت معاها امبارح and I got accepted and she told me ايه الشركه and it's Elle. it's Elle magazine and they're launching in Egypt. I was literally وقفنا نتنطط انا وهي في اوضه النوم بتاعتي and then she was like you know what they're looking for social media and I was like جانا بس انا هبدا مع الشركه الثانيه بعد بكره. she was like it's fine why don't you just try. I was like ماشي خلاص انا هبعت السي في بتاعي وهي اصلا probably مش هترد عليا. بعت السي في ردت عليا بعدها بساعتين مع ان الساعه اصلا كانت 9 بالليل. she was like please you can come in tomorrow for an interview بتاع. رحت قعدت معاها قعدت تتكلم معايا قالت لي ان it's Elle. في نفس القعده قالت لي when can you start. واو. I was like يا لهوي هعمل ايه this is international whole another level. بس also this is a good company I عملت promise يعني مش عايزه ابقى زباله يعني. ايوه يعني they probably turned down other applicants for me. فقلت لها I can start immediately. قلت لها I can start immediately I can start next week. she was like خلاص اوكي. روحت البيت بعت بقى بريك اب تكست للشركه الاولانيه ما ردتش عليا الست. انا برضو محدش بيحب يبقى ريجكتد بس يعني حسيتها ترد عليا فاهم وحسيت ان احنا عندنا بعد اكتر من كده. احساسي الشامل هو ان انا اكبر من سني يعني I'm 21 years old. landed this job it's a lot of responsibility. السوشيال ميديا is very tricky عشان اي غلطه بتحصل في السوشيال ميديا بتبان لكل الناس واللي هو دي مصيبه بقى ولازم تتمسح حالا وما ينفعش نمسح البوست بعد ما نزلناه وهنعمل ايه عكس مثلا if you're a writer on the website ممكن تedit. فانا اصلا شخص عنده anxiety crippling برضو طبعا I have major imposter syndrome اللي هو انا مش بثق في نفسي بربع جنيه. بس على فكره كل الناس الناجحه بتحس يعني هم اللي بيجي لهم imposter syndrome. That's so nice of you to say. بس انا برضو يعني مع انت حد ناجح برضو بحس ان انا مش ناجحه يعني عادي. ما هو ده بقى الفكره انه that never leaves you. بس من اللي انت حكيتيه so far انت حد ما شاء الله ناجحه عشان انت شغاله في مكان successful جدا بتضيفي له وبتستفيدي منه وعرفتي او بتقربي للورك لايف بالانس مش consumed by ده لوحده او ده لوحده. ولما تتحطي في مواقف مش عاجباكي ايا كان ايه اللي بيحصل بتطلعي نفسك منها which is incredible. يمكن يكونوا اهم من بقيه الحاجات كلها عشان بيصبوا في بقيه الحاجات. فلا you are يعني شكرا يا حسن. I still don't believe it. بجد انا عايزه اقول لك ان انا مش بقول كده عشان ابقى attention. لا انا فاهم. انا بجد I feel it من جوايا بس it's fine I'm working on it يعني I know I'm people smart على الاقل يعني على الاقل I don't doubt وانا بتكلم مع حد ان they like me وكده. بس which is arguably اهم من ان انت تبقي بتداوت شاطره ولا لا. I feel that way بالذات بقى في شغلي ده we go to a lot of events وكده meet a lot of people فالنتوركينج مهمه طبعا. بالظبط. زينة the working woman تفرق ايه عن زينة الستودنت اللي تايهه في الجامعه؟ ثم الفنان يقول ايه sense of responsibility that you gain after starting to work. طبعا depends on where you work depends on حاجات كتير بس انا بالنسبه لي حتى مع assignments دايما كنت بحس ان انا I could do the bare minimum واجيب يعني اعدي وخلاص ف it's fine هو مش هيحدد حياتي. بس الشغل لا you have to give it your all. You have to be 100% on your game طول الوقت you're proving yourself to yourself و to other people. هل considering بقى ان انت literally لسه في the early 20s و already you've been through a lot و you've been through a lot of confusion هل في اي indication انه it's getting better the confusion بيقل؟ الconfusion بيكتر كل يوم. لا كل ما الحياة تبدأ تبقى stable it proves you that it's not. وانا زي ما احنا قلنا I have a huge fear of instability بس this is just life I guess يعني
مش عارفه بقى، انا اصلا عندي كرايسس كبيره قوي الاسبوع اللي فات ده بالذات، بس I think and everyone else is going through it. عشان انا رحت الكوافيره امبارح، راحت قالت لي ايه، هو انتي مالك في ايه؟ قلت لها عشان قالت لي like not one drop of makeup، نازله بالبيجامه almost رايحه لها، بتقول لي مالك كده؟ فقلت لها بصي مفيش حاجه والله يا انجي، بس انا فاقده الشغف شويه. فقالت لي ليه فاقده الشغف؟ قلت لها بس فاقده الشغف في الحياه، الموضوع ملوش علاقه بيكي، ما تخافيش وبتاع. راحت قالت لي على فكره الناس كلها متضايقه، الناس كلها مكتئبه الفتره دي. قعدت بقى تقولي ان هي يوم الاربعاء اللي فات قعدت تعيط بقى، وحتى اتخانقت مع خطيبها من غير سبب، زودت الروستر بتاعي زودت بقى الحاجات اللي already on my plate. هو ممكن يكون سؤال كليشيه، بس لو رجعنا الزمن 5 سنين وانا او اي حد جه يقول لك ان انت هتعملي كل الحاجات اللي انت عملتيها دي، هتدرسي بره وتشتغلي في وتعملي كذا no I would scream. هتصدقي؟ لا طبعا مش هصدق خالص. ممكن اصدق ان انا هدرس بره، لان دي حاجه انا كنت عارفاها كنت من وانا في المدرسه. I couldn't ever imagine myself as a working woman اصلا. بس هو عامه I have to say يعني ان لغايه دلوقتي انا كل ما بيأس بقول له انا محتاجه اتجوز دلوقتي حالا، محتاجه حد ياخد باله مني. I'm just a girl. زينة اللي في 2029 كمان 5 سنين من النهارده هي هتبقى مختلفه قد ايه عن دلوقتي؟ هتكوني عملتي ايه؟ It could go so wrong أو it could go so right. أنا بعد 5 سنين هيكون عندي 26 سنة. probably هكون لسه مش متجوزة ولا مخطوبة ولا أي حاجة ماشي. أنا الصراحة مش بحب أنا أدي advice، بس I would love لو أنت ديتي مش advice، بس لو عايز تشيري أي insight عن الناس اللي لسه بيدخلوا الجامعة دلوقتي trying to figure out themselves وكده، إيه one thing they could do يهون عليهم الجيرني دي؟ I would say don't be too hard on yourself، بس I don't practice that. فمش عارفة أقولها بقلب قوي، بس genuinely feel like people shouldn't be so hard on themselves بقى في الجامعة، عشان الجامعة مدمرة. يعني I don't think we study as much as we do في المدرسة زي الجامعة. فالجامعة بالنسبة لي حتى دراسة wise was just you're surrounded by people who are way more creative than you طول الوقت and you feel so stupid. GPA doesn't matter that much. Your mental health matters more. Try to make as much connections as possible عشان يمكن توصلوا للحاجات بواسطة وحد تاني عنده GPA 4.0 ما يعرفش يوصل لها. هذا هو الوقت للحلقة بتاعتنا. Oh my god. أنا عامة بسيطة جدا بجد؟ يعني حسيت إنه Are you lying؟ لا والله. thank you so much إن انت جيتي وإن احنا اتكلمنا، وأتمنى المتفرجين يكونوا بوستوا برضو وفهموا شوية أكتر عن أي حاجة. بس this was it. أشوفكم في الحلقة اللي جاية. شكرا يا جماعة. باي 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 باي.